ولو أنه في المدة الأخيرة بدلوه شوية، ولكن لا يمكن للجزائر أن تحارب ولم يسبق لها أن حاربت إسرائيل، سواء في حرب 73 أو حرب 67 أو باقي الحروب، حرب 82 وحرب 96 إلى غير ذلك. إذا ما تزايدوش علينا الله يخليكم، احنا خرب بلادي نعرفوه، واللي عنده الصح هو اللي عنده تاريخ، عنده حضارة، عنده ثقافة تمتد لقرون وقرون. فلا يمكن أن نقارن تاريخ المغرب وحضارة المغرب وثقافة المغرب واندماج المغاربة وتمغربيت اللي خدم عليها المغرب 14 قرن. راه لما كانوا وصلوا لتمغربيت اللي كيتكلم عليها الدكتور الصنايبي ليست صنيعة البارحة، ماشي العجينة ديال البارح. راه 14 قرن والمغرب كيعجن في الخبز، حتى عطى الخبز اللي يصلح للسكر ويصلح للملح ويصلح هذا وهذا. تا مغربيت راه ماشي لعبه، راه الثقافه اللي خدم عليها المغرب لقرون وسنين ومئات السنين والقرون. لا يمكن للجزائر ان يعلن عن استقلالها في 62 وغادي دير واحد العجينه اللي غادي تخرج بها الجزائر الحديثه، لان مازال باقي الصراعات وباقي فكر الانتقام على الناس اللي قتلوا لهم الوالدين ديالهم وجدودهم وعائلتهم. فلما بدات الجزائر تصاوب جات العشريه السوداء وتحول الجرح الى جراح، وباقي ديك لغه الانتقام واحساس الانتقام باقي بيناتهم، ما غاديش نحيدوه من اليوم لغدا. واذا قدر الله ان انفجر الوضع مره اخرى في الجزائر، فهذه الاحقاد ستعرف واحد تطور جد سلبي بالنسبه للجزائر. لذلك حينما يقول القبائل حنا بغينا نديروا ديالنا الدوله ديالنا وحدنا، راه من حقهم لان فيهم 12 مليون. كيفاش تا واحد الدوله فيها واحد البلاد فيها 12 مليون نسمه ما بغيتش تعطيها تقرير المصير ودير دوله، وغادي تجي عند 3000 واحد اللي عندك في تندوف تبغي تساندهم باش يديروا دوله. اذا انت ما غرضكش انت في البوليزاريو، ولا انت غرضك في المحيط الاطلسي. والمحيط الاطلسي راه واخا تلبس المايو ولا تعوم بالسروال ما غاديش توصل ليه، لان هناك شعب اسمه الشعب المغربي يمنعك باش تدخل تما. نحن لا نقبل من الدولة المغربية ومن ملك المغرب أن يعطيهم حتى فجا للمرور إلى هناك. نحن مغاربة ونعرف على أن لا زلنا لم تكتمل وحدتنا الترابية، لا زال أمامنا تحرير سبتة ومليلية والجزر الشعفرية وحجرة نكور، لا زال أمامنا الصحراء الشرقية لا بد من استرجاعها. كما لليبيا الحق في استرجاع أراضيها، كما لمالي الحق في استرجاع أراضيها، كما لتونس الحق في استرجاع أراضيها. إذن الجزائر تعيش على بقعة مليئة بالبارود. الجزائر يمكن أن تنفجر في أي وقت، ليس من الداخل فحسب، ولكن إذا فكرت يوما أنها تحارب ليبيا وتحارب مالي وتحارب المغرب وتحارب في المستقبل تونس، فإنها تلعب بالنار، وبالتالي ستساهم في تقسيم الجزائر وترجع الجزائر ذيك القديمة اللي قبل الاستعمار. المغرب لا بد أن يسترجع تلمسان ويسترجع مغنية وبالعباس وغيرها من المدن الشرقية التي أضافتها فرنسا للجزائر. كرهوا أحبوا أم كرهوا، فهذا تاريخ وهذه جغرافيا، ولا يستطيع أي واحد أن يمحو التاريخ، لا يستطيع أي واحد تغيير الجغرافيا، لا يستطيع أي واحد من المسؤولين الجزائريين أن يغير الفكرة والثقافة المغربية اللي باقية راسخة عند المغاربة اللي باقيين عايشين في الجزائر وعندهم الجنسية الجزائرية. الجنسية الجزائرية داروها مرغمين لأنهم عايشين تما. اما هو انا الجنسيه الجزائريه واخا يعلقوها لي مع السوارت بحال البورتكلي، نقول لهم خليوها عندكم.
انا غادي نمشي نحشم كاع نقول اودي غادي نمشي للبلديه، واحد البلديه يعني تما، نمشي نجيب عقل ازدياد، نحشم فين غادي الجامعه بوترما، غادي البلديه بوترما، هاو شويه. ما عندهم اسماء مشوره، ما عندهم ثقافه مشوره، ما عندهم اداب، ما عندهم اخلاق، وهذا الشيء اللي زرعوه هو العسكر، لان الغرض ديالو هو زرع الحقد والفتنه بين الشعوب في شمال افريقيا، وبالتالي يبقى خادما للاستعمار الفرنسي. والاستعمار الفرنسي يعرف على ان ذوك الكبرانات اللي وصلوا 80 عام، وصلوا 75 عام، وصلوا 85 عام، بداو يراتيو يمشي واحد مور واحد، بداو يتقاضاو، وفرنسا عليها ان تغير طريقتها في التعامل مع الجزائر، وبالتالي هناك اوراق اخرى للمغرب ولفرنسا ولتونس ولليبيا ولمالي وللقبائل، كلهم غادي يجبدوا داك الجوكرات ديالهم ويحطوهم. ماشي بعيد، وهذا الشيء راه ماشي صعيب، ولكن في نفس الوقت راه ماشي سهل باش تختش في المغرب، لان هذه الامور ما فيهاش اللعب. اعتقد انني تكلمت بما فيه الكفايه، واترك المنصه للاخوان الاخرين. نعم، شكرا السي العكاوي، جزاك الله بخير. يعني انا داك الشيء علاش قلت ياخذ الكلمه بدون ان يوقفه اي احد. باديموس مرحبا، رحبوا بالسي عبد الكريم في اخلاق. تحياتي السلام عليكم اخويا كولايور، لاباس عليكم اخوان؟ كلشي هانيين؟ مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. كنظن الكلمه عندي يا اخويا كولايور. نعم باديموس تفضل. شكرا اخويا. صراحه لايف شيق، وخاصه ملي كان معنا الدكتور السنابي اللي انا واحد من الكثير المعجبين به، طريقه الحوار ديالو، الاسلوب ديال تقديم الافكار ديالو والاجتهاد ديالو، فكنحييوه على التمغربيت ديالو. وشكرا الدكتور اغودوس، كان تحليل صراحه شيق، خاصه فيما يخص انجاب هاد نساء الجزائر رؤساء ما بحال كما ذكرتم لم تسبق وانجبت الكرغوليه يعني رئيسا للجزائر. وبهذا الحوار هذا عندي واحد التعقيب بسيط اخويا كولايور على واحد الجمله ذكرتيها. سالك واحد الاخ قبيلاتي وجدي، قال لك علاش ما كاينش المغرب الكبير، وذكرتي كما ذكرتم بان سبب من هذه الاسباب الجنرالات هما الاسباب اللي كيعيقوا باش يكون المغرب الكبير. خويا كولايور، يعني هذا التفكير هذا شويه كخصنا يعني واحد شويه التفكير شويه عميق في هذه القضيه. يعني كنعرف باقي يعني الاخوان المغاربه والمفكرين ديالنا باقي يقولوا بهم قليلا رحيمه وداك الشيء. اما انا خويا النظره ديالي هذا يعني اتحاد المغرب الكبير ولا هذاك ما غتخدمناش اخويا، ما غتصلحناش. علاش؟ هاد الكراغيل، اسمح لي، المهم انا يعني اذا كان مسموح نستخدم هذه العباره هذه، انا بالنسبه لي كراغيل ما كيسواوش حتى شي حاجه. باش غادي يفيدونا؟ الا حنايا جلاله الملك نصره الله يرحمه من الريف، هذه الكلمه كنقولها على الحسن الثاني الله يرحمه برحمته ان شاء الله يا ربي. هذا الملك العظيم هذا اللي شد مفتاح المغرب في واحد الفتره اللي كانت حرجه جدا والانقلابات والهذاك، خرج واحد المره عادي عمري ننساها، قال المغاربه ليسوا اكباش، المغاربه ليسوا اكباش. يعني غير هذه الجمله هذه يعني تعمقوا فيها شويه. قال لك والله لو علم المغاربه اني اسيرهم كما تسير بعض الشعوب، يعني بعض الرؤساء والملوك يسيرون شعوبهم، والله قال لك راه هذا الشعب المغربي غيطلعوا الجبال وغيعتكفوا في المساجد وكذا. يعني واش هذه الجمله العظيمه ديال الحسن الثاني رحمه الله، والله عز وجل اللي يعني ارزقنا بهذ الملوك العلويين يعني من اكثر من 400 سنه هذه،
والشعب المغربي ولله الحمد شعب فطن وكيعرف شكون اللي يعني لمن كيعطي الامانه. وهذا الشعب الكرغولي يا خويا كولايور، هذا الشعب الكرغولي اللي تمنيتي اللي ما غادي قلتي يعني يقدر يجي واحد الوقت يعني الا مشاو هذا العسكر، شكون اللي نصب هذا العسكر؟ شكون اللي نصب هذا العسكر وراضي بالحكم ديالهم؟ واش ماشي هذا الشعب هذا؟ وشكون هذا الشعب هذا اللي هو شتات من الفرنسيين؟ نكونوا يعني بلا ماشي كنبغي نجرح المشاعر ولا شي حاجه، هذا راه واقع. الشعب الجزائري الحر اللي كان شي شعب ديال ديك المنطقه هذيك يعني قبل 1000 سنه، راه هذاك الشعب هذاك راه صافي في الدي ان ا ديالو تخلطت صافي، راه يمكن يعني صافي اندحر ما بقاش في الوجود. شكون اللي بقى في ديك الجغرافيه اللي كتسمى حاليا بالجزائر؟ بقى تماك الشتات ديال الاتراك، الشتات ديال الفرنساويين. 130 سنه ديال فرنسا، الله يا ودي. الفرنسيس جاو دخلوا عندنا في واحد الفتره حرجه ديال المغرب، دخلوا عندنا في بقاو تماك 30 سنه 40 سنه من الشمال الاسبانيول ومن الشرق الفرنساويين. ادينا الضريبه، واحد الضريبه دخلنا بغينا نحروا الجزائر، نحروهم هاد النكره هاد في واحد المعركه دخلنا بغينا نحروهم، وكانت يعني بين اسباب يعني للاسف خساره الجيش المغربي. واضطرينا الى يعني عملنا واحد المعاهده وهذه انتم كاملين كتعرفوها. هذا الشعب المغربي يا خويا العظيم الاصيل، يعني دابا غتخيل اخويا كولايور يكون عندنا حنا في المغرب، غير باش يعني نحاول نوصل لك الفكره ديالي. المغرب يكون عندنا مثلا اخنوش رئيس الوزراء، يعني كنكريتيوه بزاف، وهذا اخنوش هذا راه سيد ملياردير، سيد قاري، سيد ما نكروهاش، ولكن حنايا في المغرب راه الانتقاد دائما تماك. وانت تخيل يكون عندنا اخنوش يبقى يقول لنا تحليات البحر المتوسط، العداس، اللوبيه يبقى يقول لنا الولايات الجزائريه. كيفاش غنصبوا؟ ما قال والو غادي يحمقوه، اما لا قال هذا الشيء والله. هذا باب نكيران واش جا باش فك لي هذه القضيه ديال التعزيه، والله لا فكها بالله، لا هو ولا الحزب ديالو. شكون اللي غيفكها؟ لان الشعب المغربي يا خويا كولايور شعب فاطن، شعب فاطن وكيجتهد يبني، يعاود الامجاد ديالو ويعاود المستقبل ديالو. فينا داك الشيء ديال التحكاك بيناتنا، ولكن المصلحه ديالنا كلنا كلنا كنعرفوا هذه الوطن ديالنا، كنعرفوا بان الوطن ديالنا كخصو الاستقرار والقياده الرشيده. هذه عندنا في العقل ديالنا، هذه يعني حتى شي واحد ما كيزولها منه. كاين شي بعض المرات يعني واحد 0.002%. انا كريفي ملكي ابا عن جد، كسائر الريافه منطقه الحسيمه، هذه ما غادي يزولها لي حتى شي واحد، تتزولها لي الموت. يعني انا عارف المصلحه ديالي ديال بلادي في الملكيه، وكذلك يعني جميع الروافه يعني 99.9%. بهذا الشيء باش عرفنا الاجداد ديالنا وكبرنا. يعني فهمتي اللي بغيت نوصل لك اخويا كولايور، ولا يمكن نخرج شويه على الموضوع؟ لا ما خرجتي والو على الموضوع. انا دابا عرفتي اش كيدور لي في دماغي. انا بغيت غنقول للاخوان ديروا ابوني مع باديموس، لانني بغيت نطلب منه السماحه اولا، حيت طلعته ما عنده حتى واحد والله، وطلعته كنتسناه غيسبني ولا غيعايرني، اقسم بالله العلي العظيم. حاشا خويا، طلعت باديموس على اساس غادي يكون شي واحد غادي يسب، قلت والله تنطلع هذا الخينا هذا. المهم اللي ديروا ابوني مع الحساب ديال باديموس، يعني على الاقل يكون واحد الحساب يعني والله العلي العظيم. وانا استسمح منك اخويا باديموس بعد الظن. كنت فاهمك اخويا كولايور، كنت فاهمك. انا التيك توك اخويا بعض المرات كندخل، يعني بعض المرات يعني كيعجبني نتصنت غالبا في المواضيع، كندخل بزاف من اللايفات ديالها، كون اللايفات ديال الاخت نرجس، اللايفات ديال
ديال كيعجبني نستافد وناخذ المعلومه صافي. واليوم اش قلت لي، قلت غنطلع نشارك مع الاخ شو كتشوف التواضع ديال هادي. ولكن يعني واخا يعني كان عندك واحد التخوف يعني، ولكن لهذا يعني قبلتي قلت غنطلع لا نشوف انا واش عزيز عليا نهبش، انا ما عنديش مشكل. واش يدير لو كان كرغولي يشوفني مغربي واش يقدر يطلعني، تكون عنده ما الجرأة تقدرش دابا انت لا طلعتي معاهم